المسيح الدجال لما يطلع هيطلع من الكاف، هو مقره الكاف. الكاف خلاص انهى موضوع النهائي في افريقيا ما بين المغرب والسنغال. قال لك ايه بقى؟ ايقاف مدرب السنغال 5 ماتشات، وايقاف حكيمي ماتشين، وايقاف السيباري 3 ماتشات، وفي لاعب كمان من السنغال وقف ويمكن ماتشين او 3، وغرامه ماليه على الطرفين. لا يا راجل، اقسم بالله العظيم اللي يستنى ان هو الكاف ينصفه هو اللي غلطان. بلا كاف بلا صاد، دول هيطلع منهم يأجوج ومأجوج، هم دول يأجوج ومأجوج اساسا. المسيح الدجال قاعد في وسطهم دول. وبصوا على بلاطه، كل البطولات اللي بينظمها الكاف سواء افريقيا، دوري ابطال افريقيا، كونفدراليه، واي بطولات تانية، عايز تكسبها بالدراع. من الاخر على بلاطه، عشان تكسب في افريقيا انت مش محتاج اكتر من 30% فنيات. كل بطولات افريقيا، بص على كل بطولات افريقيا عشان تكسبها انت مش محتاج اكتر من 30% فنيات. 70% بقى حاجات تانية بقى، بلطجه، اعتداء على الجماهير، تحكيم، قرف، حاجات كتير بقى، تمثيل، مش عارف ايه، بكاء، ضغوط سياسيه، ضغوط، الكلام ده كله من الاخر يعني، اجيبها لك على بلاطه. فبطولات افريقيا يا تتعامل مع افريقيا كده، يا تتعامل مع افريقيا بقرفها كده، ان انت تعتمد 30% بس فنيات و70% حاجات بره الملعب وتمشي في السكه دي. يا افريقيا لا هتاخد لا حق ولا باطل. كم عدد الجماهير اللي اعتدى عليها، وحصل كم تجاوز في 2025 في كل البطولات، سواء في دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه. معلش عندي برد ولسه صاحي من النوم.